شوف يا ابو الكباتن، بما ان احنا بتوع الجيم ومعتمدين على البيض كمصدر بروتين لينا، رخيص وسريع ونضيف، بس للاسف في ناس لما بتيجي تسلق البيض ده مش بتسلقه، هي بتعذبه، بتسيبه على النار لغايه لما يبان له صاحب من 20 ل 30 دقيقه، ودي اسوأ حاجه بيعملوها فيه. تفتكر هو هيسكت؟ والله ابدا، هيرد عليهم. بمجرد ما تبدا تلاقي الصفار عمل هاله حوالين الصفار لونها رمادي او اخضر، مبروك عليك، احلى تيكت فيرست كلاس للانتفاخ والمغص والغازات، وهتعيش اللي معاك في عذاب ومرار طافح. انت بتتكلم جد؟ لان البيض فيه كبريت، والكبريت لما بيتعرض لدرجه حراره لفتره طويله بيبدا يتخانق مع الهيدروجين، فبيطلع لك مركب جديد كده اسمه كبريتيت الهيدروجين، وده مركب لذيذ لونه اخضر كده وتقيل على المعده في الهضم ما شاء الله، وهيعمل لك احلى مغص وانتفاخ، وهيخليك تعاني انت واللي حواليك. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع غضبك عنا يا رب. فمش علشان تتمرن ويبقى البيض مريح ليك يبقى متعب للي حواليك، ها؟ ده غير ان الحراره الزياده بتقلل امتصاص جسمك من البيوتين اللي موجود في البيض، وده فيتامين مهم جدا عشان الشعر والبشره. اي نعم انت مش امير كراره، بس انت محتاجه برضه. فلو انت بتعتمد على البيض كعنصر اساسي في نظامك الغذائي، اسلقه بالطريقه المظبوطه، ما تكسرش ال 12 دقيقه للسلق بتاعه، علشان ساعتها انت لا هتبقى طايق نفسك ولا اللي حواليك طايقينك. وما تنساش الفولو.